في مفهوم عن الحب منتشر جدا في وسط الناس، أو تعريف للحب منتشر جدا في وسط الناس، هو إنه الحب هو مشاعر طيبة، إنه يبقى الإنسان يمتلك مشاعر طيبة، مشاعر جياشة حتى لو استخدمنا الكلمة دي تجاه آخر، وهذه المشاعر تؤدي إنه أعمل سلوكيات إيجابية تجاه الآخرين. ده التعريف المنتشر جدا عن الحب. اللي عنده مشاعر طيبة تجاه آخر يبقى هو ده الإنسان الذي يحب. ولو أنا بعمل سلوكيات من غير مشاعر أحس نفسي إن أنا مزيف، إنه مش هو ده الحب. حب إن أنا أبقى حقيقي، يعني مشاعري حقيقية ويتبعها سلوكيات إيجابية. وده الحقيقة أبعد ما يكون عن الحب اللي الله بيقصده لما بيتكلم إن احنا لنجاح العلاقة نحتاج أن نحب بعض. هل الله بيطلب مني حاجة عمري ما هقدر أعملها؟ عمري ما هقدر أتحكم في مشاعري. محدش في الدنيا بيقدر يتحكم في أحاسيسه. لو كان الحب هو مجرد مشاعر طيبة تؤدي إلى سلوكيات طيبة، فازاي نقبل ان الله بيطلب مني ان انا اعمل حاجة ان تتكون داخلي مشاعر تجاه اخر؟ مين منا يقدر يولد من داخله مشاعر؟ مين مننا يقدر يغير مشاعره؟ مين يقدر يسيطر على احاسيسه ومشاعره بطريقة مباشرة؟ ان انا يعني يبقى مثلا عندي مشاعر كراهية اغيرها، عندي مشاعر اكتئاب اغيره، عندي مشاعر حب انشئه داخلي او انهيه. ما حدش مننا بيقدر يسيطر على انفعالاته. فلو كان الحب هو مشاعر موجودة داخل الانسان تؤدي الى سلوكيات، مش ممكن الله يطلب مني ان انا أكون في داخلي مشاعر. أنا ما أقدرش أسيطر على هذه المشاعر. لكن الحب الحقيقي اللي بيتكلم عنه الله هو قرار إرادي، إن أنا أعمل سلوكيات محبة تجاه الآخر. الشيء الجميل المبهر المعجزي هو لو أنا بدأت بما أستطيعه، أنا أستطيع أن أعمل سلوك إيجابي تجاه الآخر. كلنا نقدر نعمل كده. أقدر أحب أي واحد في الدنيا النهاردة، بعد دقايق من دلوقتي أقدر أحب أي إنسان في الدنيا أيا كانت مشاعري تجاهه. إن أنا لو عملت سلوك إيجابي تجاه آخر أيا كانت مشاعري، سوف تتغير هذه المشاعر تجاه هذا الإنسان وتصبح مشاعر دافئة ثم مشاعر قوية تجاه الآخر. هتقل مشاعر الكراهية، هتزداد مشاعر الود ومشاعر الحب تجاه الآخر. فالحب الحقيقي هو قرار إرادي وليس مجرد مشاعر تأتي في داخلنا أو تتولد في داخلنا من حيث لا نعلم، لكنه قرار إن أنا أعمل أفضل الأشياء تجاه إنسان. هذا يؤدي إلى تكوين مشاعر إيجابية داخل الإنسان.